مرحبا برج الثور. بنعمل قراءة للمنفصلين، منفصلين برج الثور اللي محتاج يعرف شريكه المنفصل بيفكر فيه ازاي، حابب يشوفه او حابب يتواصل معاه تاني، او شايفه ازاي، او مشاعره ايه اتجاهه في الوقت ده. يكمل معانا الفيديو وهنعمل قراءة للمنفصلين الثور. بص، اول حاجة المحادثة من القلب للقلب، تحدث بصراحة عن مشاعرك لهذا الشخص. الكارت ده وقع لك كده يا ثور. لأول مرة يشوفني أو يتابعني ما ينساش يعمل لايك ويشترك في القناة علشان يوصل له كل جديد من قراءات الشهر. يلا ناخد قراءة أول كارت من كروت الملائكة. طلع للثور. اتكلم من قلبك لقلب حبيبك أو شريكك ده أو المنفصل، لأن في كلام كتير في قلبك نفسك تقوله له ومش عارف تعبر بيه، وكاتم جوه قلبك مشاعر كتير عايز تعبر فيها عنها عن نفسك يعني. وكمان من الحاجات اللي بعدتك عنه او خليتكم منفصلين ان انت ما كنتش بتعبر عن نفسك يا ثور. كنت بتكتم في قلبك كلام كتير قوي وكنتش بتعبر بيه، كنت تكون خايف، مش عايز صورتك تبوظ، مش عايز تزعله، وده حاجات كتير سببت في الانفصال وانه يكون بعيد عنك. يلا ناخد الكروت ننزل الكاميرا شوية ونقرأ كده مع بعض. وادي تاني كارت من الملائكة. اظهر مشاعرك، برضو اظهر طاقتك بخفة للناس اللي حولك. يعني بص، الطاقة بتاعتك محتاجة انها انت كاتم حاجات جواك. دي تاني كارت ملائكي يطلع لك يا برج الثور، معناه ان انت بتخبي جواك، بتتعامل بعنف او عصبيه الفتره اللي فاتت اثرت عليك، لان انت كنت مضغوط قوي نفسيا وعاطفيا يا ثور. فلسه الفتره دي مأثره عليك لدرجه ان انت بقيت عصبي، مش بتتعامل زي الاول. ارجع لهدوءك تاني وارجع لطاقتك تاني يا ثور، وتعامل وعبر عن اللي في قلبك يا ثور، لان ده كان سبب من اسباب الانفصال عن حبيبك يا ثور. طيب خلينا ناخد طاقه هذا الشخص يا ثور. طاقته ليك ايه يا ثور؟ اللي اول مره يشوفنا او يتابعنا ما ينساش يعمل لايك يا جماعه، وتكتبوا لي في الكومنت انتوا اي يعني تعليق، تكتبوا لي تعليقاتكم. وكمان اللي محتاج قراءه خاصه يتواصل معايا على الرقم اللي موجود في البايو في القناه، لان في ناس بتبقى عندها اسئله كتير نفسها تسالها ومش عارفه تسالها. فالقراءة الخاصة بتكون مدفوعة الأجر وبتكون توضيحية أكتر. أوكي، خلينا نرجع تاني نقول طاقة الشخص ده إيه. الشخص ده بيدور على حب. الشخص ده ليك بيدور على شغف، وبيدور على حنيتك، بيدور على حنية، على حب. شخص متحرر وعايز يشوف حريته معاك، وعايز يشوف معاك سلام وحرية وأمان. طاقته ليك بتقول إن هو مفتقدك. الشخص ده مفتقدك يا ثور. الشخص ده مفتقد الحياة معاك، رغم إن أنت كنت بتخبي حاجات جواك، لكن هو برضو مفتقدك وبيدور على الإحساس الحلو اللي كان بيحسه معاك، والأمان والعشرة الحلوة والكلام الكويس. او الشخص ده بيتعامل معاك بس في قلبه كلام كتير احنا هنعرفه دلوقتي من القراءة. طب خلينا نكمل ونقول مشاعره ايه تجاهك هذا الشخص. يا ترى مشاعره ايه اتجاهك؟ الشخص ده مشاعره اتجاهك كلها حنين 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 بجد. عايز يتواصل معاك ويرجع المية تاني لمجاريها، او يرجع عواطفك تاني، او يرجع لك. بيفكر في كده، حابب قوي الحياة معاك كانت زمان، لكن مشكلته في المشاكل اللي حصلت ما بينك وما بينه، وعصبيتك وكلامك ومشاكل وتدخل ناس وأطراف تالتة وحوارات كبيرة جدا دخلت ما بوظت حياته مع الثور. وفي أطراف تالتة يا جماعة دخلت على فكرة. أنا بشوف كمان إن هو مشاعره ليك مش عارف يعبر عنها. هو كمان هو بيتعامل مع نفسه ان هو مش فاهم نفسه هي عايزه ايه، وكمان بيشوف احساسه بيك عالي قوي، وبيحس كمان ان هو مش عارف
عارف، في الشخص ده بيكتشف نفسه معاك تاني يا طور. يعني عنده غموض جواه هو نفسه، مش عارف هو عاوزك ولا لا. بص المشاعر غامضة جدا، هو نفسه عنده غموض، مش عارف هو يرجع لك ولا ما يرجعلكش، لسه بيحبك ولا مش بيحبك، طب انت اتغيرت ولا ما اتغيرتش. عنده غموض جدا، وكمان عنده تقلب مشاعر رهيبة. مشاعره ليك ان هو مش عارف يفهمك، وكمان مش عارف يفهمك انت كمان. طيب، انا بشوف ان هو شايف نفسه ان هو انت جرحته وغلطت فيه وممكن تكون خنته، شايف بص حاجات كتير. انا عارفه ان الناس ممكن تقول القراءه دي معكوسه للطور، بس يا جماعه صدقوني، هو الانسان ساعات بيبقى شاعر بنفس الاحساس اللي عندك. يعني انت ممكن يكون هو ظلمك وكان في علاقه مع حد تاني، وممكن يقول انت جرحتني بكلامك، او انت جرحتني لما سبتني فجاه ومشيت. فاهمين؟ فاهمين القراءة؟ وخلينا نفهم ان التورو ممكن يكون القراءة معكوسة، بس هي برضو رسالة بتوصل لك. طيب، خلينا كمان نقول هو حاسس انه غيران عليك، وحاسس انه عايز يبقى جنبك، وحاسس ان هو محتاج لك، وحاسس ان هو لا، هو عايز الطور تاني، او عايز يعمل مشاكل معاك شوية عشان يجيبك برضو. بس هو جوه قلبه مش تمام. احذر منه، لانه ممكن يكون انسان عنيف عنيف جدا. انا بشوف عندي كمان يا طور برج الاسد، وعندي برج مائي، وعندي ابراج مائيه اكتر، وعندي ابراج ناريه. لغايه دلوقتي ابراج مائيه يا طور وناريه. خلينا نقول شايفك ازاي هذا الشخص الغريب اللي مشاعره متقلبه. هو بيشوفك يا طور. يا خبر، واو بجد. هو شايفك يا طور ان انت بالنسبه له الحياه، وانك كنت مرحله اخيره في حياته حلوه جدا. يعني كانت حياته معاك حلوه ومراحلها كانت جميله، ما كانش عايز يخسرك. بس بس بقى لولاش التدمير الذاتي اللي حصل ما بينك وما بينه، تدمير العلاقه. ايه اللي حصل؟ مين دخل دمر العلاقه؟ في حاجه حصلت دمرت العلاقه ما بينك وما بينه، وشاف ان الوقت ده كان المفروض تتفصلوا فعلا، لان المشاكل ما بينكم كانت متصاعده. لكن في ندم رهيب يا طور، بيحس ان هو ندمان عليك، وكمان بيشوفك كان انك برضو منفتح على الحياة ومتقبل كل التغيرات اللي بتحصل، وان عندك فرص جديدة وحياة حلوة، وان ممكن يكون ناس جديدة بتدخل لك، وان ممكن يكون ناس بتبادر لك انها تتعامل معاك يا طور، او اصدقاء جداد بيظهروا لك، حياتك بتحلو. شايف حياتك حلوة، وشايف ان انت بقيت قراراتك من دماغك، ومفيش اي حد هيلين دماغك، انت بقيت اللي انت عايزه يا طور بتعمله. كمان بيشوفك يا طور ان انت بقيت شخص الى حد ما بالنسبه له شخصيه اتغيرت، عنيده، بقيت عارفه هي عايزه ايه. بقى الشخص انت بتمشي حياتك زي ما انت عاوز، بتاخد قرارات قويه جدا في هذه العلاقه وعن هذا الشخص، وكمان بتحكم عقلك في امور كتير يا طور. طيب، خلينا ناخد رساله من قلب هذا الشخص يا طور. رسالة من قلب هذا الشخص للطور. أنا كنت عارف إن إحنا في الوضع اللي إحنا فيه كان لازم نرحل ونبعد عن العلاقة دلوقتي، لكن أنا لسه بفكر فيك، ولسه ذكرياتي معاك ما خلصتش، ولسه بحس بيك. أنا ممكن أفضل أشتغل كتير جدا عشان أحاول أنساك. انا في قلبي مشاعر مش عارفه اعبر لك عنها، ما كنتش اتمنى ان اللي حصل ده يحصل، بس انا لو رجع بيا الزمان تاني يا طور ليك، هغير تفكيري جدا في هذه العلاقه وهتعامل بشكل اخر. رساله من قلب حبيبك ليك يا طور. طيب، خلينا نشوف هل في تواصل مره اخرى ما بين الطور وما بين حبيبه. بسم الله، هل في تواصل؟ انا بشوف يا جماعه ان في عند، ايوه، وفي قوه، لكن في عند كبير في العلاقه دي، عند اكتر. لكن انا بشوف ان في فرصه حلوه هتيجي تجمعكم ببعض، في فرصه جميله هتيجي تجمعكم ببعض وتخليكم تتقربوا لبعض تاني يا طور. يا ريت تكون القراءه فادتك وعجبتك يا طور. ولو محتاج أسئلة خاصة، تفاصيل خاصة، تواصل معايا على الرقم اللي موجود في